يا ماما الحقي يا ماما، دغري تعالي بسرعه. انا نزلت اهو. بصي احمد عمل ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كل ما اندلقه كله على الارض. ايه ده؟ حرام عليكي. طب انا ما اعرفش انا طب خدي مني الحاجه دي. هاتي. اروح فين واجي منين منكم يا ولادي؟ خلاص انتوا خلصتوا عليا، انا تعبت خالص. يعني انا لما اطلع اجيب الغسيل انزل الاقي الدنيا مقلوبه كده. طيب قبل ما نتكلم في اي حاجه عايزين نصلي على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. وكمان حابه ارحب بحبايبي اللي داخل مصر وخارج مصر، بقول لكم منوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. بصوا بقى يا حبايبي، ده يوم الطبيعي ودي حياتي البسيطه مع اولادي اللي مطلعين عينيا وجازريني من الاخر. انزل بعد ما اجيب الغسيل الاقي ابني جايب لي شويه نعناع اللي انتوا شايفينه ده، بيقول لي يا ماما اعملي لي كوبايه نعناع. طبعا احمد ابني عنده 6 سنين، صغير في كي جي 2. طبعا سمعني وانا قاعده اتكلم مع علا بقول نغسل السجاجيد وعايزين نظبط الدنيا، راح ماسك الكولمن قلبه فوق السجاده على سيمه. يعني انا هنزل من فوق هجيب الفرشه بقى وافضل اغسل وهو عايز يبلبط. يعني لو خدتوا بالكم باول فيديو هو قالع البنطلون لابس له شورت صغير كده وماشي اكنه على البلاج، يعني ماشي يتمخطر اكننا في الصيف. طبعا الجو حرر دلوقتي، شويه عمال يحرر وشويه عمال يقلب في سقعه، فربنا يسترها علينا يا رب العالمين. طبعا احمد ابني ده اخر العنقوده، مش عارفه انا عايزه املص له ودانه. يعني هو لو سامعني دلوقتي مش عارفه اعمل فيك ايه يا احمد. طبعا بشد السجاده يا جماعه دي بص غرقانه خالص ازاي، من النوع القديم دي اللي انا متجوزه بيها. حتى هدومي اتغرقت خالص. النوع ده تقيل جدا، يعني هو نفسه السجاده وهي ما فيهاش ميه. حتى الطبليه بص وقعت، كملت عليا، وقعت على رجلي، يعني الدنيا مش عارفه جايه عليا خالص. المهم قلتها بعيدة عن وجهي دلوقتي، يعني تبقي انت واحمد عليا، يعني كفايه احمد مش هتبقى الطبليه كمان واحمد. المهم تاخرتها بعيد عني خالص عشان مش عارفه اشد السجاده وتقيله جدا. هي السجاده دي بطبيعتها اللي هي تقيله، تخيلوا بقى كل من ميه مرمي عليها كل من كبير، فبقت تقيله جدا. يعني انا بصوا بلفها كده وهي تقيله عامله زي البلوه. اه والله تقيله قوي. المهم بقى عماله ازق الطبليه عشان اعرف ايه افردها، الفها حلو، عشان لو ما لفتهاش حلو هتبقى متطبقه مني ومتبهدله، لما اجي اغسلها هتبقى برضه هتطلع عيني. تمام. هاخدها كده اوديها بقى في المنور عشان نغسل مع بعض زي ما احمد عمل فيها الفصل ده. هنغسل ان شاء الله السجاجيد. اروح اوديها بقى في المنور واجي نشوف هنعمل ايه، لان الارضيه كمان مبلله. وكمان بابا الاولاد زمانه جاي هيجي يلاقي الدنيا بقى عوم وانا متبهدله، فيبقى حاجه وحشه قوي قوي، يعني حاجه وحشه في حق انا. المهم قلت بقى ارجع السرير مكانه، وانا مطرح ما كنت بشد السجاده شديت السرير نفسه كمان نقلته من مكانه، فضيقت المكان فرجعته كده. ورحت جايبه حاجه بقى حته قماشه، اي حاجه عندك، فوطه، اي حاجه اي حاجه مش هتقول لك لا. ورحت منفضه السرير كده وبدات اكنس بقى ايه تحت الكومودينات زي ما انتم شايفين كده، وبدات ايه اظبط الدنيا بقى عشان انا اخلص حاجتي قبل ما جوزي يجي. وابقى تبقى العلقه علقتين، يعني علقه احمد وعلقه جوزي. المهم بدات اكنس تحت السرير بالمره بقى، انضف الدنيا بقى. كده كده انا ايه، كده كده انا اتبهدلت، يعني كده كده اتبهدلت، وكده كده انا همسح واخلص اللي ورايا غصب عني مش برضايا. طبعا احمد ابني بقى قاعد في الصاله دلوقتي فرحان جدا فيا اللي انا شلت بقى السجاده، خليت له المكان كده هو كده واخد راحته بقى. ماشي يا احمد، ماشي يا احمد، بعد الفيديو ان شاء الله هوريك يا احمد. المهم بقى رحت جايبه الشرشوبه دلوقتي، ورحت قلت بقى ايه المع الدنيا كده، فانا مش عارفه افرش ايه دلوقتي يا جماعه. يعني السجاده انا شلتها تمام، مش عارفه احط ايه. هخلي ولادي قاعدين على البلاط، يعني المكان ده احنا بناكل فيه، يعتبر هو اوضه الاولاد وفي نفس الوقت هو صاله. تمام، يعني انا اسمى الصاله بالستاره اللي ورايا دي، هي صاله كبيره انا اسماها عشان الشقه بتاعتي ما فيهاش الا اوضه واحده بس. فانا قسمت الصاله بالستاره دي، النيش اللي هو في حته خضراء منه ده. تمام. وعملت دي المكان بتاع اوضه الاولاد عشان يناموا فيه. طبعا مش هنيمهم في الصاله يبقوا مكشوفين على الرايح واللي جاي وكده. كنت جايبه بقى الحصيره دي من الصاله، حتى لو خدتوا بالكم البلاط اللي في الصاله خلاص بان، شلت الحصيره دي، انا ما عنديش حاجه اساسا زياده اللي انا افرشها. خدت الحصيره قلت كده كده ايه مش هنقعد في الصاله اللي بره. كنت فرشه كده قلت ايه اخرتها يا احمد، قعدتنا في الارض يا احمد استريحت يا حبيبي كده هديت. المهم بقيت قاعده ايه والله العظيم بكلم نفسي زعلانه قوي على اللي بيحصل لي ده، اللي انا اساسا طول النهار يعني ببقى مهدوده وطالع عينيا، وببقى نفسي استريح اخر النهار شويه قبل ما زوجي يعني يجي. الاقي برضو الشغل معرفش يعني العيال بيدوروا لي على شغل. عشان ما يخلونيش اقعد خالص. المهم
ضبطت الدنيا بقى وحطيت البطانيه كده وقلت ايه، ادخل اشوف بقى ايه تاني، ايه اللي فاضل تاني. لقيت الكولمن قلت املاه بقى، ورحت جايبه الكوبايتين وحطاهم كده جنب الكولمن. كده بقى انا خلصت اللي ورايا. طبعا ورحت فرشه اهوت زي ما انتم شايفين الحصيره والمشايه. هعمل ايه تاني؟ طبعا شايفين غرقانه. هجيب بس شويه الغسيل اللي انا دخلتهم اول ما نزلت من فوق، ابتدي اطبقهم بقى. طبعا أنا اساسا اقسم بالله العظيم يعني الهدوم كانت نشفه عليا. يعني انا دلوقتي قاعده على السرير الهدوم مش مبلوله زي ما كنت شايفين من شويه. كان بعد شويه على ما غيرت لابني وهديته وديت له العلقه المحترمه. علقه تليق بيه عشان ما يعمليش كده تاني تخطيخ. يعني بحس ان انا لما بضرب احمد ابني ده اللي انا اللي بنضرب منه مش هو اللي بيضربني. طبعا متدلع وممكن هو اللي بقى يقول لي ايه بتضربيني ليه؟ بتعمليني ليه؟ والله اقول لبابا اما بابا يجي انا اخليه يضربك. فطبعا انا بص يعني ببقى زي ما الموضوع قاعد اضحك على الكلام بتاعه. بس عرفته اللي كده غلط وما يعملش كده تاني. وطلعت بقى شويه الغسيل، قلت اطبقهم كده، واللي عايز يتحط في شماعه احطه في شماعه واظبط الدنيا عشان ابقى خلصت اللي ورايا. طبعا زي ما انتم والله العظيم ده يوم الطبيعي يا جماعه. بخلص حاجتي كده واشيل واودي بقى جوه وارص بطبيعتي. انا عايشه حياتي بطبيعتي يعني زي ما انتم شايفين كده. جبت بقى شويه شماعات واحط بقى التيشيرتات كده في الشماعات عشان اعلقها في الدولاب. عايزاكم تدعوا لي دعوه حلوه يا جماعه عشان المكوه بتاعتي فرقعت باظت اقسم بالله اتحرقت. ادعوا لي دعوه حلوه. مش عارفه دلوقتي اكوي على ايه. يعني انا عندي كوي كتير قوي من قبل كده وركناه في اوضه النوم ومش عارفه اكوي ايه. هضطر ان انا اجيب شعله صغيره واحط عليها المكوه واسخنها واكوي بيها في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.